نستكمل معا في هذا الجزء شرحا لباقي النوافذ الموجودة بالفوتوشوب. التابة التالية هي الشانل تاب، وهي خاصة بقنوات ألوان التصميم. ونجد هنا أن نظام الألوان هو ال RGB، أي أن هذه الصورة تتكون من 3 ألوان رئيسية، وهي قناة اللون الأحمر، وقناة اللون الأخضر، وقناة اللون الأزرق. وتظهر بنافذة الشانلز شانل خاصة بكل لون على حدة، وبالضغط على أي شانل أو قناة يتم إظهارها وإخفاء باقي القنوات بهذا الشكل. ولإظهار قنوات الألوان جميعا نقوم بالضغط على RGB، وهي تمثل هنا نتيجة مجموع القنوات معا. ولإخفاء أي منهم نقوم بالضغط على أيقونة العين بهذا الشكل. أما إذا قمنا بتحويل نظام الألوان الخاص بالصورة إلى النظام CMYK، تظهر لنا 4 قنوات للألوان: قناة للون السيان، وأخرى للون الماجنتا، والثالثة للون اليالو أو الأصفر، والأخيرة للون الأسود. وسوف نتعرف على وظائف الشانلز أو القنوات في الدروس اللاحقة. وبالنسبة للتابة الخاصة بالأكشنز والتابة الخاصة بالباثز، فسوف يتم شرحهم تفصيليا في الدروس اللاحقة. ونجد أيضا تاب خاصة بالهيستوري، وهي تمكننا من التراجع إلى خطوات كثيرة سابقة تم تنفيذها بحد أقصى 100 خطوة. فمثلا إذا قمنا بتحريك هذه اللاير تظهر لنا عملية الحركة بقائمة الهيستوري، ثم نقوم بإزالة أجزاء من هذه الصورة فتظهر لنا هذه الإزالة بهذا الشكل. وللتراجع عن أي خطوة من هذه الخطوات نقوم بسحبها ووضعها في سلة المهملات بهذا الشكل. أما إذا أردنا التراجع عن عدة خطوات معا نقوم بالضغط على أي منهم فيتم التراجع إلى هذه الخطوة مرة واحدة. وإذا أردنا تثبيت الصورة عند جزء معين بعد الوصول إليه، حتى إذا قمنا بالتعديل بعد ذلك وأردنا العودة إلى هذه النقطة مرة أخرى في خطوة واحدة، نقوم بالضغط على السهم الصغير فتظهر لنا القائمة الخاصة بالهيستوري. نختار منها الأمر نيو سناب شوت، فتظهر لنا نافذة نحدد منها اسما لهذا السناب، ويتم تطبيقها إما على الملف بالكامل أو على اللايرز المرتبطة معا أو على اللايرز النشطة. نختار هنا الأمر فول دوكيمنت فيظهر لنا السناب شوت الجديد بهذا الشكل. وعند إجراء أي تعديل على الملف وأردنا العودة مرة أخرى إلى هذا السناب في خطوة واحدة، نقوم بالضغط عليه فيقوم البرنامج بالتراجع إلى هذه الخطوة بهذا الشكل. ولإلغاء أي سناب شوت نقوم بالضغط عليه ثم نختار الأمر ديليت من القائمة الخاصة بالهيستوري. ولإلغاء كل العمليات الموجودة بالقائمة هيستوري نختار الأمر كلير هيستوري، فيتم إزالة كل الأوامر كما نرى. وبالضغط على الأمر هيستوري أوبشنز تظهر لنا نافذة نحدد منها بعض الخصائص الخاصة بالقائمة هيستوري. أولها إنشاء سناب شوت تلقائي عند فتح أي ملف، وإنشاء سناب شوت عند حفظ الملف، وكذلك بعض الخصائص الأخرى التي نحددها حسب احتياج كل مستخدم. وبعد الانتهاء من تحديد الخصائص نقوم بالضغط على الزر OK.
وإذا أردنا فتح نافذة جديدة بها نفس التصميم ولكن له اسما مختلفا، نقوم بالضغط على الأمر New Document، فيظهر لنا ملف جديد بنفس اسم آخر أمر في القائمة History. ونلاحظ هنا أن الملف الجديد لا يحتوي على القائمة الخاصة بالهيستوري، ولكنها تكون موجودة فقط بالملف الأصلي. والآن ننتقل للنافذة الخاصة بالألوان أو الكالر. فالتابة الأولى المسمى Color تمكننا من تغيير اللون الموجود في مربع الفورجراوند كالر ومربع الباك جراوند كالر، وذلك من خلال التحكم في أرقام الألوان أو ال RGB، وذلك دون تغيير نظام الألوان بهذه الصورة إلى نظام ال CMYK. وهذا الأمر يمكننا من اختيار الألوان بشكل صحيح حتى لا تحدث أي مشاكل أثناء عملية الطباعة في حالة تغيير نظام الألوان من ال RGB إلى ال CMYK أو العكس. أما التابة الخاصة بالسواتشز فهي تمكننا من اختيار اللون مباشرة مع إمكانية تحميل أي باليت ألوان إضافية، وذلك من خلال الضغط على هذا السهم واختيار الكالرز التي نريدها، فتظهر لنا رسالة تسأل إذا أردنا تبديل الألوان الموجودة أم إضافة الألوان الجديدة إلى الألوان السابقة. نختار Append، وذلك لإضافة الألوان إلى قائمة الألوان السابقة. أما إذا أردنا العودة إلى الألوان الأولى فقط، نختار الأمر Reset Swatches ثم نضغط OK. ويمكننا تغيير طريقة عرض الألوان، فمثلا نختار Small List ليظهر كل لون مع الاسم الخاص به بهذا الشكل. أما بالنسبة للتابة الخاصة بالستايلز فنجد بها مجموعة من الأشكال المعدة مسبقا، والتي يمكننا تطبيقها على أي شكل أو تكست أو صورة. وللقيام بذلك نقوم بالضغط على أي لاير ثم نختار ستايل من هذه الستايلز، فيتم تغيير الشكل الخاص باللاير كما نرى. ويمكننا أيضا إضافة مجموعة أخرى من الستايلز، وذلك باختيارها من هذه القائمة، وعند الضغط على أي منهم تظهر لنا رسالة تسأل إذا أردنا استبدال الستايلز أو إضافتها إلى الستايلز السابقة، وهنا نختار Append فيتم إضافتها إلى القائمة السابقة كما نرى. وهناك مجموعة أخرى من الأوامر التي سوف يتم التعرف عليها من خلال الدروس اللاحقة. وبهذا نكون قد انتهينا من تعريف الشاشة الرئيسية لبرنامج الفوتوشوب، وأيضا نكون قد انتهينا من شرح هذا الدرس.